سلام البنات الحبابات الزونس ديالي، كما العاده معكم نجاة بحده. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الوصفه اللي هي لازان. كما شفتوا كيجي زوين وواحد المذاق اللي بنين. كما شفتوا غيكون ان شاء الله هذا بالنسبه لهذه الوصفه راه متعدده ان شاء الله. غنشارك معكم بزاف ديال الاشكال من هذا لازان. بسم الله على بركه الله. غناخذ واحد الكاسرونه ديالنا، غنديروا فيها الماء وغنديروا فيها شويه ديال المليحه ان شاء الله، نشعلوا عليها العافيه ونخليوها تغلي باش ان شاء الله نديروا فيها لازان ديالنا باش يغلي لينا واحد شويه ان شاء الله وغنحيدوه. من بعد ما غلى لنا الماء ديالنا غنبداو نحطوا لازان ديالنا. ها نتوما هي الاولى، وغنحط ثاني حداها في الجنب، نحط ثاني الثانيه على قد المسافه اللي عندنا صافي، ونخليهم وغنبدا ثاني نحرك بشويه بشويه. انا كندفعهم شويه بشويه بالفورشيط. ها من بعد ما درناهم خليناهم كيغليو لنا واحد 4 ولا 5 دقائق. دائما كنبقاو على حسب لازان. كاين لازان اللي دائما البنات تبقاو العلبه ديال لازان، حيت كاين اللي دغيا كيطيب وكاين اللي كيبقى شاد لينا شويه المده. دابا غادا نهزهم ان شاء الله، وانا غندير فوق واحد المنديل نقي ونغطيهم صافي. هذا دابا هو لازان ديالنا، ها هو دابا موجود. ها حنا غنغطيوهم دابا مزيان بواحد زويف. دابا البنات غناخذوا واحد جوج زلايف عندنا ديال المطيشه محكوكه، كنحكوها وكنخويوها في واحد المقله صافي. غندوزو التوابل. بالنسبه للتوابل البنات عندنا ورقه ديال سيدنا موسى، وعندنا شويه من العطريه ديال الكفته، وواحد الثومه، وطحميره حلوه، عندنا الابزار، وعندنا كذلك شويه ديال الريحان، وكذلك البنات عندنا صلصه ديال الطماطم معلبه مليحه، طحميره حاره، والكفته تقريبا هنايا عندي سكيو ديال الكفته. بعد كناخذوا المطيشه ديالنا كنشعلوا عليها فوق النار، كنبداو نخليوها كتبدا تغلي لينا، وكنزيدوا الثومه البنات. انا درتها بهاد البغاجه البنات راه موجوده في المحل ديال طوب ارتيكل اللي ديجا جابت معكم فيه البلاستيكات ديال المانطات. راه زعما طوب ارتيكل الاواني وكلشي اللي بغيتو راه عنده موجوده وسهله في الاستعمال وعمليه زعما. كنديروا عطريه ديال الكفته واحد المعلقه كبيره. كنديروا كذلك ورقه ديال سيدنا موسى من بعد ما شللناها. كنديروا كذلك القياس ديالنا ديال الملحه. كما عرفتوا ان الكفته راه كتكون فيها الملح، يعني غنديروا حنا غير القياس ديالنا ديال الملحه. كذلك غادي نديروا واحد نص معلقه ديال الابزار الاسود ديالنا القياس. كذلك غنديروا واحد 2 معالق صغار ديال التحميره حلوه. وبالنسبه للتحميره حاره البنات نديروا معلقه على حسب الذوق، اللي بغيتو حاره بزاف واللي بغا حسب الذوق التحميره حاره. وكذلك غنزيدوا واحد المعلقه كبيره ديال المطيشه ديال الحك، حتى هي كتجي زوينه مع هاد لاصوص، كتهرس لينا الحموضه ديال المطيشه العاديه. كنديروا كذلك واحد المعلقه صغيره ديال الريحان ولا الزعتر اللي بغيتو ماشي مشكل. ومن بعد البنات ملي كنديروا الزعتر ولا الريحان صافي كنحركوا مزيان، نحركوا كلشي باش نسجموا لينا العناصر. هانتوما كنحركوا صافي. نخليو لاصوص ديالنا كتغلي لينا، وما كتبدا تغلي واحد 3 دقائق. كنبداو نلوحوا الكفته ديالنا بشويه بشويه، كنلوحوها. وحنا حيت لاصوص بغينا باش يبقى لينا كثير لاصوص تاع ماتشا، يعني ما نخليوش الشيء يتشرب صافي. غادي نلوحوا الكفته ديالنا وغنبداو نشحروا فيها تطيب، يعني بحال تولي فيها غير نص طيبه، ما نخليوش تطيب بزاف، تولي فيها غير نص طيبه وحنايا كنحركوا صافي ان شاء الله. ونكمل معاكم فهاد الاثناء البنات. غندوزو لصلصه البيشاميل ديالنا اللي كنحتاجو واحد 2 معالق كبار ديال الطحين، وكذلك 2 معالق كبار ديال الزبده عاديه من الاحسن، وكذلك شويه ديال الفرماج حمر وفرماج موزاريلا يعني مخلطين، شويه ديال الابزار، شويه ديال الكوزه محكوكه، والقياس ديالنا ديال الملحه، وكذلك السطو ديال الحليب. دابا ان شاء الله غندوزو للصلصه ديال البيشاميل ديالنا. غناخذوا واحد الكاسرونه وغنديروا فيها 2 معالق ديال الزبده يذوبوا. من بعد ما دابت لينا الزبده غادا نزيدو 2 معالق ديالنا ديال الطحين بعد ما غربناه صافي. غادا نحركو تيدخل لينا الزبده مع الدقيق. والبنات هنايا اللي ما كيصدقش ليه البيشاميل ولا كيتحبب، يمكن لنا نديرو جميع المقادير في كاس ديال العصير، من الحليب من دقيق من زبده من كاع المقادير، ونطحنوهم مزيان في كاس العصير صافي، ونكبوهم في واحد الاناء صافي، ونشعلوا عليهم النار ونبداو نحركو حتى كان يعقد لينا البيشاميل ديالنا. دابا حنا غنحركوهم مزيان صافي، وغادا نتبعوا لهم حتى المقادير الاخرين. دابا البنات كناخذوا الحليب ديالنا كنبداو نزيدوه بشويه بشويه، حنا كنحركوا ما نخويوش الحليب في خطره، كنزيدوه شويه بجغمه حنا كنحركوا. هذه هي الطريقه الصحيحه باش البيشاميل ديالكم كيصدق لكم مزيان. هانتي حركوا نحركوه مزيان صافي. وكل ما كنزيدو شويه حتى كنكملوا داك الصدور ديالنا ديال الحليب كله. يعني نتوما كيبان لكم ان راه البيشاميل ديالنا راه صادق، ما فيه حتى شي تحباب، ما فيه حتى شي حاجه صافي. ونبقاو نحركوا فيه
صافي نديرو شويه ديال الكوزه، نديرو قياس ديالنا ديال الملح، وما ننساوش البنات بان عندنا الفرماج، يعني ما خاصش تكون الحاجه مالحه لينا بزاف. ونزيدو كذلك شويه ديال الابزار ونخلطو مزيان، نبقاو نخلطو في الكريمه ديالتنا تتعقد لينا. كنبقاو نحركو حنا كنحركو بعد ما عقد ديالنا. هذا هو المكون الرئيسي اللي كنزيد هي القشطه، هي القشطه ديال الطياب. كنزيدو ديك الجهه ملي كيعقد ديال البيشاميل ديالي زوين، ملي كيعقد البيشاميل وكنزيدو فوق الكريمه تاع البيشاميل وكنحرك مزيان. البنات هنا اللي بغا يضيف الفرماج يضيفو، اللي ما بغاش يخلي تيبدا يفرق بين الطبقات. غادي نزيدو كما تبعوا جديده المعالق، غتشوفوا كلشي قدامكم ان شاء الله. كنزيدو وكنبداو نخلطو مزيان صافي، وغادي نطفيو النار. بالنسبه للبيشاميل ديالنا البنات مخصهاش تكون عاقده بزاف باش تعاوننا في لازان ديالنا باش يجي مفزق ويجي طري. دابا ان شاء الله نبداو نمونطيو اللازان ديالنا. عندنا دابا هاد الكفته اللي بلاصو الصاع المطيشه، نتوما كيما شفتوا راه كتكون خفيفه، يعني ما كنخليوش تشرب لينا بزاف باش كتعاون لينا لازان ديالنا. وعندنا كذلك البيشاميل حتى هو كيما شفتوا هو جاهز وطالع. وعندنا كذلك الفرماج اللي هو فرماج حمر وفرماج موزاريلا. المهم كنخلطوا الانواع ديال الفرماج. ودابا ان شاء الله غندوزو ندهنوا المول تاعنا بالزبده. ها هو من بعد ما دهنا بالزبده دابا ان شاء الله ندوزو للمونطاج. دابا ان شاء الله غادي نبداو نصفو لازان ديالنا، غنديرو وحده حدا وحده. ها هي درت الاولى وانا غنزيد ثاني لازانه الثانيه، ها هي، ونديرو ثاني الثالثه. ولا بقى لنا شي طريف البنات كنقطعوا طريف من تما وكنلصقوا به الجنب، ماشي مشكل، ماشي ضروري اننا نديرهم بحال مستفين. انا ثاني غنقطع طريف ونلاصق به صافي. ثاني تنكملوا. دابا غنهزو لاصوص ديالنا، غنبداو نفرشوها فوق لازان. هانتوما كنديروها مستويه كلها على داك لازان. انا ثاني كنزيد، يعني حتى كنحطوا طبقه سميكه فوق لازان صافي، وكنقادو لازان ديالنا. هانتوما دائما كتردوا البال لان هذه راه كتبقى عندنا خفيفه. ودابا ان شاء الله فوق منها ان شاء الله غنزيد طبقه ديال البيشاميل حتى هي. الشار ما كتكونش عاقده، راه كتكون خفيفه. كنرشوها هكا طبقه خفيفه من الفوق كله من الجناب وكل شيء باش تجينا مقاده مستويه. ودابا ان شاء الله غادي نرش واحد الطبقه ديال الفرماج من الفوق. هانتوما كما شفتوا كنزيد لازان من الفوق باش تولي عندي الطبقه الثانيه. يعني غنمشي بنفس الطريقه البنات حتى كنكمل لازان ديالي كله. يعني طبقه ديال لازان كنديروا لاصوص ديال مطيشه والكفته، كندير فوق منها شويه ديال البيشاميل، كنرشوا الفرماج، وكنعاودو ثاني نديرو طبقه اخرى تاع لازان صافي. وكنكملوا الجنب قلت لكم اللي كيبقى لينا خاوي راه كنقطعو كنعاودو نزيدو. ومن بعد ما وصلنا للطبقه الثالثه كنديروا غا هذا ديالنا لازان ديالنا صافي، وكنديروا طبقه فوق منه ديال البيشاميل صافي كلها، وكنرشوا الفرماج صافي، وغندخلوا الفران ان شاء الله باش يطيب لينا. من بعد ما طاب لينا لازان ديالنا نتوما كيما شفتوا كيجي زوين وكيجي محمر بديك النكهه ديال البيشاميل وديال الفرماج، راه كيجي غزال. كنقدموه كيتكال سخون. كنتمنى منكم البنات اللي عجبوا لا فيديو ديالي بارطاجي مع الاحباب والاصدقاء، وما تنساونيش من لايك.